عيلة كنزي ستارز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومبسوطين وانتوا بتشوفوا الفيديو النهارده هنحضر مع بعض الفطار. هنعمل اكله سهله وسريعه وطعمها يجنن. استنوا قبل ما نبدا الفيديو احب افكركم باللايك والشير، وكمان اضغطوا على زرار السبسكرايب الاحمر الموجود تحت الفيديو عشان تنضموا لعيله كنزي ستارز. واهم حاجه اتاكدوا ان انتوا فعلتوا جرس التنبيهات عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكوا على طول، لان انا الفتره دي بنزل فيديوهات باستمرار، فعشان ما يفوتكوش اي فيديو من الفيديوهات اللي انا بنزلها. نيجي بقى للمكونات اللي هنحتاجها. اول حاجه هنحتاج بضايه وطماطمايه هنقطعها قطع صغيره، وفلفل الوان هنقطعه برضو قطع صغيره، وبطاطسايه هنبشرها بالشكل ده، وبصله هنبشرها برضو بالشكل ده، ومعلقه دقيق. اول حاجه هنحط معلقه الدقيق، وبعد كده هنضيف البطاطس المبشوره، وكمان هنضيف لهم الطماطمايه اللي متقطعه قطع صغيره، وبعد كده هنضيف الفلفل الالوان اللي متقطع قطع صغيره، واخر حاجه هنضيف البصل المبشور. ودلوقتي هنضيف الملح، وكمان رشه فلفل اسود، والشطه، وجنزبيل، واخر حاجه هنضيفها هي القرفه. وبعد كده هنبدا ان احنا نقلب المكونات دي كلها مع بعضها، وهنقلبهم كويس بالشكل ده. بعد كده بنجيب طاسة تيفال وبنحطها على البوتاجاز وبندهنها بنقطة زيت صغيرة، وهنسيب الطاسة على البوتاجاز شوية كده لغاية لما تسخن. ولما الطاسة تسخن هنجيب الخليط بتاعنا وهنصبه كله في الطاسة بالشكل ده. بعد كده هجيب معلقة زي دي وهبدأ ان انا افرده في الطاسة بالشكل ده علشان يكون شكله حلو وياخد شكل الدايرة وفي نفس الوقت يستوي كويس. بعد كده بوطي البوتاجاز واسيبه يستوي على نار هادية عشان ما يتحرقش، وفي نفس الوقت بغطي الطاسة عشان يستوي بسرعة. بس باخد بالي ان انا كل فترة لازم اتابعه اشوفه استوى من تحت ولا لا، عشان ما اسيبهوش والاقيه اتحرق. واول ما يستوي وياخد اللون الذهبي الجميل بقلبه على الناحية التانية. بصوا انا هنا بشوفه استوى ولا لسه. انا لقيته ان هو استوى، بس انا مش هقلبه على الناحية التانية دلوقتي، لا انا هستنى عليه شوية علشان عايزاه ياخد لون. يعني كده هستنى عليه نص دقيقة وبعدين هقلبه على الناحية التانية. كده خلاص النص دقيقة عدت، فهقلبه على الناحية التانية وهسيبه برضو يستوي على نار هادية. وفي نفس الوقت هفضل اتابعه عشان اشوفه استوى ولا لا، ما سيبوش على البوتاجاز واروح اعمل حاجة وبعدين ارجع الاقيه اتحرق. لا، افضل واقفة جنبه علشان اول ما الاقيه استوى وخد اللون الجميل بتاعه خلاص هشيله من على البوتاجاز. انا هنا بشوفها استوت ولا لسه، فلقيت ان هي خلاص كده استوت، فهشيلها من على البوتاجاز. بعد كده جبت طبق التقديم ده وحطيته هنا. ودلوقتي جينا لاخر خطوة، بشيلها من الطاسة وبحطها في طبق التقديم بالشكل ده. ودلوقتي خلاص هي جاهزة للأكل، وبألف هنا وشفا. بصوا شكلها حلو ازاي، شايفين لونها الذهبي الجميل ده؟ كان نفسي اقولكوا تفضلوا معايا. بجد بجد الأكلة دي من الأكلات اللي أنا بحبها جدا. بيبقى طعمها أحلى لو حطيت عليها موتزاريلا أو جبنة رومي، بس أنا ما كانش عندي موتزاريلا ولا جبنة رومي المرة دي فعملتها كده من غيرهم. بس لو حطيتوا عليها موتزاريلا أو جبنة رومي هيبقى طعمها أحلى بكتير. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك، لان اللايك بيعرفني ان الفيديو عجبكم وكمان بيفرحني، ففرحوني. طبعا ما تنسوش تسيبولي كومنت جميل زيكم، انا بشوف كل الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها وبرد عليها. وكمان لو عندكم اي افكار لفيديوهات حابين ان انا اعملها اكتبوها لي تحت في كومنت، وانا هشوف الكومنت بتاعكم وهعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا حابينها. ولو انتوا جداد على القناه ودي اول مره تشوفوا لي فيها فيديو، اشتركوا في القناه عشان تنضموا لعيله كنزي ستارز، وفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكوا على طول. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، وبحبكم وبعد نجوم السما. مع السلامه.